شباب، هاي هسه ان شاء الله ما شاء الله ورا ما كملتها خليتلهن دهن، رتبتهن ما شاء الله. هاي سويتها بالبلت مال الدجاج، وهاي بالفراولة، اثنيناتن المقاطع ان شاء الله موجودات على القناة. حياكم الله، الشرف بكم جميعا اخوتي الصيادة. السلام عليكم ورحمة الله اخواني الصيادة. اليوم ان شاء الله نسوي لكم عجينة بالبلت مال الدجاج. هذا البلت مال الدجاج هذا، وطحين، و4 فص ثوم، ومي. اول شي شو تسوي؟ البلت مال الدجاج تنقعه، تخليه له فد كمية مي شوية يغطيه. من ينقع شوية يموح ان شاء الله نكمل الخطوات وتابعونا اول باول. هذا بلت تنقع بمي، 4 فص ثوم، وطحين، والمي. الفص مال الثوم، الفص شو تسوي؟ الفص تجيب شاكوش وعلاقة، تجيب هنا 4 تخليهن بالعلاقة. شو تسوي؟ تدقهن، تدق الثوم شوية، يعني خاف ما عندك فد مثرامة او مات، شي بسيط يعني للصيادة. نبسط الادوات حتى متوفرة عند كل الصيادين. الله يحفظكم ويرزقكم جميعا. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، تعليق حلو. هاي القناة جديدة سويتها للصيادة حتى نتونس بيها ان شاء الله. شوف ذني هسه ان شاء الله الامور طيبة. ريحة الثوم قابة، بسم الله. شوف هاي بعدين هسه ورا ما نكمل نضيفها ان شاء الله ويا المواد. صور لكم اول باول، تابعوني الشباب. هسه هذا الثوم، وهذا الطحين، وهذا البلت تتنقع تقريبا 5 دقائق لحد ما يموع يصير مثل العجينة تعجنه بيدك. وهذا الثوم تخلط البلت مال الدجاج، تخلطه وياه من ويا الثوم. بعدين ورا ما تخلطه وتسوي شوية عجينة نفس العجينة، بعدين شو تسوي؟ تحط وياه طحين حتى يتماسك، تسوي لك عجينة مضبوطة. وحسب رغبة الصياد، اذا يريد يفورها ومتعلم على شغلة التوفير تصير العجينة قوية يفورها. واذا ما يريد يفورها يكمل العجينة يقويها بيده، ويخلي بعدين بنهايتها يخليه دهن ان شاء الله. وبيها صيد ومجربة طبعا. تحية للامير الشمري اخونا، هاي احد التجارب مالته. هسه شباب ان شاء الله ورا ما كملنا العجينة شوية نقويها. تقويها تكملها. والله يرزقكم ويرزقنا. هاي ورا ما تكملها هسه شوفوا شلون صارت شباب، صارت عجينة مرتبة فوق. هسه ورا ما تكملها شو تسوي؟ تخلي دهن هنا تفركها وتقويها. وهاي هي. لهنا انتهى الفيديو، ان شاء الله نشوفكم على فيديو جديد وعلى خير. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ادعمونا حتى نستمر ان شاء الله بالقناة. ممنونين بيكم.